هل أدعية الاستفتاح هل في واحد أفضل من الثاني؟ أما أدعية الاستفتاح فهي كثيرة كما ذكر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء، لكن المشهور دعاءان. الأول الذي كان النبي يقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول بأبي أنت وأمي إذا كبرت؟ لأن يشوفونه يسكت مدة طويلة. قال: ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. هذا في البخاري. في مسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فاختار بعض أهل العلم الدعاء الذي كان يقوله عمر جهرا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، واختار آخرون الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. طبعا عمر لما يقول أكيد هذا توقيف من النبي، لأن الأصل في الأذكار أنها توقيفية. طيب، في أدعية أخرى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وغيرها، لكن الأفضل هذان الدعاءان والعلم عند الله تبارك وتعالى، ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى.